عايز اعمل فيلم حمايه. يلا بينا، انا عامل بادجت 20000 جنيه، ودي هتعمل ايه يا فندم؟ ده هتجيب لك فيلم ضايع خالص. لا انا عايز حاجه نظيفه وعامل بادجت 20000 جنيه. طيب انا هدي لحضرتك مثل بسيط قوي هيوضح تفصيله كبيره قوي. قول لي، ما انت لازم تتفلسف. انت معاك 10 جنيه وعايز تغسل العربيه، هتعمل ايه؟ تعمل ولا حاجه. هي هتجيب واحد بفوطه زفره يمسح العربيه، صح. ايه اللي هيحصل بقى في العربيه؟ العربيه باظت. مظبوط، عندك حق. يبقى هنا كده ال 10 جنيه كنت توفرها احسن، وفرت 10 جنيه وكمان ما بوظتش العربيه. هنا نفس الفكره تنطبق على افلام الحمايه. الجرافين ما ينفعش اعمل بادجت 3000 جنيه مثلا في جرافين ثمنه 18000 جنيه. هنا في الحاله دي اللي هيعمل لي الخدمه دي اصلا هيلمع العربيه بمواد تعبانه، يحرق لي ويلسع لي حتت في العربيه. انت اوريدي خسرت ال 3000 جنيه وخسرت الدهان بتاع العربيه. نفس الفكره هنعيدها تاني على الافلام اللي هتلاقي اسعارها بتتراوح من 20 ل 35. الافلام دي مرعبه لان الفيلم ده اصل سعره فعلا ممكن يوصل ل 7000 جنيه، والسوق المصري مليان مضروب. الافلام دي سعرها غالي، فما ينفعش تحط 20000 جنيه في حاجه ثمنها من 50 لحد 150000. البادجت ال 20000 دي اقدر اعمل بيها ايه؟ معكش بادجت الفيلم، ما تركبش فيلم تعبان. انت البادجت اللي انت حاطه ده يعمل لك جرافين وانضف حاجه. طب قول لي ايه الفرق ما بين الجرافين والنانو بقى؟ لان انا ساعه ما قلت حمايه وعينك ما تشوف الا النور، كل انواع الحمايه بتطلع في وشي.